ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وفي سورة الطور، في سورة الطور آية جميلة جدا تتحدث أيضا، آية بديعة، يعني القرآن الكريم كله بديع، تتحدث عن نوع من الأسئلة. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. هذه الآية تقع في سورة ياسين من القرآن الكريم. أستاذ محمد، وأنت شاعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، كيف تقرأ هذه الآية؟ طبعا المقصود بالآية هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما علمه الله عز وجل الشعر وما ينبغي له. طبعا في التقليد أو في التفسير التقليدي وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، لأنه نبي لا ينبغي له أن يكون شاعرا. لكن هناك نوع من أو فلتة من تفسير تقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما علمناه الشعر وما علمناه ما ينبغي للشعر من أدوات وهذا دليل على أن الشعر يحتاج إلى أدوات، مش كل إنسان قال يكتب كلام قال هذا الشعر وهذه قصيدة نثرية وهذه كذا. يعني الشعر هو الشعر، يعني يحتاج إلى أدوات، سمي بالبيان، يحتاج إلى لغة، يحتاج إلى عروض، يحتاج إلى صور، يحتاج إلى أخيلة، هذا ما يحتاجه الشعر، يعني هذا ما ينبغي للشعر. فبالتالي يعني هذا التفسير الجميل للآية، ما علمنا الرسول الشعر وما علمناه ما ينبغي له من أدوات، يعني فهذا هو المعنى الجميل لهذه الآية الكريمة. طبعا الآية من سورة ياسين. شيخ رمضان، معك 10,000 دينار في السؤال الأول. ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال أمامك على الشاشة. طبعا أنت تعرف البيت الشهير رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ومن تخطئ يعمر فيهرم، والبيت هذا من معلقة زهير بن أبي سلمى. وفي قراءة أخرى سلمى، زهير بن أبي سلمى. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته. ويقال الرجل يسير، يعني يتخبط خبط عشواء، شخص ما يتخبط خبط عشواء. فما معنى خبط عشواء؟ من يسير وهو نائم، المترنح من الشراب، الناقة التي لا تبصر في الليل، سير مساء بعد النوم. أي هذه الخيارات الأقرب ليك؟ يعني حسب يعني معروف لغويا الخيار يعني الثالث، يعني عودا إلى بيت زهير بن أبي سلمى. أيوة. يقول فيها رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته. فخبط عشواء حسب علمي هو يعني عشواء هو صفة لموصوف محذوف. أيوة. تقديره خبط ناقة عشواء. يعني رأيت المنايا تخبط خبط ناقة عشواء. خبط ناقة عشواء. وهو على حذف يعني إبقاء النعت وحذف المنعوت، وهذا موجود في اللغة. وعليه حسب الله أعلم يكون الخيار الثالث هو يعني الإجابة. معنى خبط عشواء هو الناقة التي لا تبصر في الليل. الناقة التي لا تبصر في الليل تتخبط خبط عشواء. نعم. والأصل في الخبط، خبطه يعني الذي يخبطه هو الذي يعني يسير سيرا لا يدري لأي وجهة يسير ولا كيف يسير. حتى في القرآن الكريم لما وصف الله تعالى أكلة الربا، أيوة، في آخر سورة البقرة نعم. يقول الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
يعني الذي يأكل الربا يتخبط، يعني يوم القيامة يعني يكونون على هذه الصفة. فمعنى خبط عشواء الناقة التي لا تبصر في الليل، الناقة التي لا تبصر في الليل تتخبط خبط عشواء. وطبعا العشواء هو مؤنث أعشى، يعني الأعشى هو المذكر والعشواء هي المؤنثة، الأعشى هو الذي لا يبصر، يعني لا يبصر بالليل، لا يبصر بالليل فيسمى. والشاعر المعروف شاعر الأعشى ميمون بن قيس، الأعشى أعشى ميمون، وهناك الأعشى أعشيين أعتقد. نعم. أستاذ محمد زهير بن أبي سلمى، ماذا يمثل هذا الشاعر المعروف في الشهير طبعا في ديوان الشعر العربي؟ يعني زهير بن أبي سلمى هو شاعر الحكمة. نعم. يعني من يقرأ يعني قصائد زهير بن أبي سلمى أو معلقته بالأساس يعني يمثل الحكمة. رجل عاش كثيرا، عاش أكثر ما يربو عن 80 سنة. نعم. وصاحب تجربة، ولما يتكلم خاصة عن السلم في الحرب يتكلم عن الحرب أنها إذا ضريتموها فسوف تعرككم بثفالها. نعم. وتفعل فيكم إلى غير ذلك. ثم تكلم عن أجاويد القوم الذين يقرون السلم بين الناس بعد الحروب. نعم. وذكر فضلهم إلى غير، وهذا مما كانت تعاني منه العرب قديما، هذه الحروب التي كانت تعاني منها العرب قديما. فالبيت القصيد في قصيد الأعشى عموما، قصيد الحكمة عند الأعشى هو الحرب، ذم الحرب وذم التقاتل إلى غير ذلك. بينما أنا هنا فقط إشارة زهير بن أبي سلمى. نعم. هن إشارة تبع العشاء والغشاء والغشاء إلى غير ذلك. الجذر اللغوي جذر واحد، يعني نعم. احنا نقول غشاء عين عليها غشاء أو نعم. كذا، والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، ونقول غشاوة ونقول كذا. فالعشاء نقول أصيبت عينه بالعشاء أو أصيبت نفسه بالغشاء أو التغشية إلى غير ذلك، فهي الكلمة نفسها يعني. وطبعا معلقة زهير معروفة: من أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، إلى أن يصل إلى المقطع الذي نتحدث عنه: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، وأعلم ما في الأمس واليوم قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. والشاعر معروف بالحكمة: ومن لا يجادل في أمور كثيرة يضر، ومن لا يصانع في أمور كثيرة ويوطأ بمنسم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. طبعا الشاعر الحكمة الشهير زهير بن أبي سلمى غني عن كل تعريف في ديوان الشعر العربي القديم. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث في الثنائيات المعروفة لدى العرب، يقول لك الأبيضان الأبردان إلى آخره. الآن عندنا سؤال في الثنائيات: ما الأشرفان عند العرب؟ الشعر والنثر، الفارس والفرس، التمر واللبن، اللوح والقلم. الأشرفان عند العرب هما تأكيدا اللوح والقلم. اللوح والقلم، إذ لا يوجد في هذا الكون من هو مما خلق الله تبارك وتعالى يعني بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من اللوح والقلم، فهما شريفان في لوح محفوظ. نعم، ذلك لأن اللوح والقلم هما متلازمان. اللوح القلم أول ما خلقه الله تبارك وتعالى. نعم. في
فيه روايتان. نعم. رواية بالفتح ورواية بالرفع. نعم. رواية الرفع تقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب. نعم. ويعني على هذه يعني الرواية رواية الرفع فيكون أول شيء خلق الله تعالى هو القلم. وعلى رواية النصب أول ما خلق الله القلم فتكون هنا ظرفية. نعم. زمانية، أي في اللحظة التي خلقه الله تبارك وتعالى قال له اكتب. عندما خلق الله القلم قال له اكتب. وكذلك اللوح أيضا كتبت فيه يعني اللوح أو اللوح المحفوظ كما نعم. سماه القرآن الكريم، أو أحيانا يعبر عنه بالكتاب المبين. نعم. أو كما جاء في معنى آخر في سورة أخرى عبر عنه بإمام مبين. نعم. الإمام اللي هو الكتاب واللوح نعم. هو الذي كتبت فيه يعني المقادير ما كان وما يكون يعني في علم الله تبارك وتعالى. فالأشرفان عند العرب هما اللوح والقلم. اللوح والقلم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم في من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه في بردة البصيري أو تسمى بالميمية. الميمية. وللأستاذ محمد أيضا بردة شهيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قدر حبه ولا مفر للقلوب. كيف تنظر إلى اللوح والقلم وأهمية القراءة أستاذ محمد والكتابة؟ يعني أنا فقط أحب أن أروي قصة صغيرة. نعم. من سنوات الروائية البريطانية أغاثا كريستي، واللي هي كل تقريبا 6 شهور 7 شهور تطلع رواية جديدة، رواية بوليسية. نعم. حتى أدمنها البريطانيون. طبعا نعم. البريطانيون لهم تقاليد رهيبة في الأدب جدا. يعني في الأدب يعني كانت تطلع كل 7 أشهر تطلع رواية، وكان عندها هذا الرمز اللي هو البطل، رمز الفضيلة ورمز العدالة إلى غير ذلك، كان يسمى بوارو. اللي قرأوا كذا يعرفوها، يسمى بوارو. فبعد ما كبرت منذ سنوات، يعني في السنوات هذه الأخيرة، قررت أن تتوقف عن الكتابة، يعني ما عادت تستطيع أن تكتب يعني. نعم. فكتبت روايتها الأخيرة وقتلت فيها هذا البطل بوارو، هذا الذي دائما يكتشف الجريمة يعني في الأخير. فسارت لما طلعت الرواية وقرأوها أهل لندن، اتفقوا مع بعضهم وسيروا مظاهرة إلى بيت أغاثا كريستي، حاصروها وقالوا لها مش من حقك أبدا تقتلي هذا البطل، أنك تقتلي هذا البطل أو توقفي حتى الكتابة يعني. نعم. فمسألة يعني الأمم التي لا ترجع في الأخير، نحن ما الذي ينقصنا؟ شوف، حتى احنا نقول دائما أنه الأمم تخرج من الحبر. نعم. الأمم لا تخرج من فوهات المسدسات. نعم. الأمم لا تخرج من قرارات السياسيين. تماما. الأمم تخرج من الحبر. نعم. الأمة التي تخرج من الحبر هي أمة مثقفة. نعم. نشوف مثلا ما يبقى من الأمم في الأخير. نرجع الآن مثلا للطورانيين. نعم. البابليين. نرجع البابليين، الرومانيين. نعم. كذا الذي بقي منهم هي الفنون، نعم. الآثار. يقول لك لوحة كذا البقية. الآن حدائق بابل غير موجودة في العراق، حدائق بابل المعلقة غير موجودة في العراق، لكن الناس تتحدث عنها وكأنها موجودة. ما بقي إلياذ هوميروس، الإلياذات، الغناء، القصائد، الشعر إلى غير ذلك هو ما يبقى من الأمم. بينما الأمم في غير هذا تندثر يعني لا يبقى منها طبعا مدافعها ولا أسلحتها ولا وسائلها ولا سياراتها ولا طائراتها. حتى الذين كانوا يستعملون المدافع، أمر أحد الملوك أن يكتب على فوهات المدافع لما اضطر يعني أجبر على الحرب. نعم. اكتب الحجة الأخيرة للملوك. الحجة الأخيرة للملوك. نعم. فإذا اللوح والقلم هو أشرف ما أثر عند العرب. كذلك يعني في سورة القلم أول ما نزل القلم في القرآن الكريم. نعم. أول ما نزل والقلم. سورة العلق من أوائل ما نزل. العلق أول ما نزل من القرآن الكريم. فيها ذكر القلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وفي القرآن سورة كاملة تسمى باسم القلم، وأقسم الله تبارك وتعالى به لعظمته. نعم. ولأهميته، ولذلك
كان يعني أثر عن بعض الصحابة رضوان الله أنهم كانوا يحترمون القلم. نعم. ما نراه اليوم بعض الناس يستهين بالقلم، يأخذ القلم مثلا من جيبه ثم يرميه. نعم. فهذا يعتبر إهانة لشيء عظمه الله تعالى. تماما. وبالتالي معناه ينبغي أن يحترم، ولا يقسم العظيم سبحانه وتعالى إلا بشيء عظيم. يا سيدي احنا في السؤال الثالث، ننتقل الآن إلى السؤال الرابع. السؤال الرابع سأحيلك على بيت شعري وأنت شاعر للشاعر الكبير الأستاذ محمد جربوعة. من أي بحر شعري هذا البيت؟ تقول والدتي الله يحفظها، ضيعت عمرك في الأشعار يا كبدي. والقصيدة طبعا للشاعر الأستاذ محمد. هذه القصيدة من البحر الطويل، البحر البسيط، البحر الوافر، أم البحر الكامل؟ يعني نحن نعلم أن بحور الشعر كثيرة، 16 بحرا أو 16 بحرا. نعم. وبعضهم أضاف عليها، وهذا البيت يعني هو في الحق على البحر البسيط. ويعني أقرأه نبرا حتى تتبين تفعيلاته. نعم. تقول والدتي، مستفعل. نعم. تقول والدتي الله يحفظها، ضيعت عمرك في الأشعار يا ولدي أو كبدي. يا كبدي. نعم. إن البسيط، وهذا ما نظمه صفي الدين الحلي. نعم. إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. أنت عندما تسمع بيت شعر، نعم، يعني مباشرة تعرف البحر. نعم، الحمد لله. هذه ملكة منذ كنت صغيرا. يعني أنا التقطيع درست التقطيع يعني. لكن يعني فتح الله تعالى علي بأذن الخليل، فلا أسمع بيتا إلا وأعرفه، يعني سواء كان يعني كاملا أم مجزوءا. وتكتشف حتى ما إذا كان فيه خطأ مثلا أعرف ذلك الحمد لله. طيب أعطيك بيت. تفضل. ولقد بلغت من التفاؤل أوجه، وقلائل من يفعلون قلائل، حتى تفاعيل البحور قرأتها، متفائل متفائل متفائل. كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. البحر البسيط. طبعا بحور الشعر العربي لا نقول بحار، بحور يعني، لأن حتى لا مثل ما نقول شخور في المسرح، يعني تشخيص شيء. وما هذه بحور الشعر طبعا ليست بحار ماء، يعني بحور وزن ميزان. كانت العرب في القديم تسمع يعني الميزان على خطوات الناقة، تعرف لك على أي يعني بحر راهي تمشي. مثلا تقول مستفعل، إذا شئت أن نقرأها يعني بوزنها الصحيح متفعل. تقول والدتي فاعل، الله يحفظها، من البحر البسيط. والإجابة صحيحة، والقصيدة جميلة جدا لشاعر العرب الأستاذ محمد جربوعة. نستمع إلى هذه القصيدة بصوته بعد إذنك سي رمضان. سبق وأن سمعت القصيدة منه. سبق وأحب أن أسمعها بصوته. وطبعا الأستاذ محمد له أداء جميل جدا كشاعر، يعني تفضل أستاذ محمد. القصيدة عنوانها ثم إن والدتي تكره قصائدي. تقول والدتي الله يحفظها، ضيعت عمرك في الأشعار يا كبدي، ألا ترى الشيب في المرآة؟ قلت بلى، قالت وعيناك بعد الموج كالزبد. أرضى عليك فقلل من كتابته، فتلك أمنيتي لا أن تبوس يدي. أرضى عليك فقلل من كتابته، فتلك أمنيتي لا أن تبوس يدي. في الفجر أدعو عسى الحنان يقبلني، الله يهديك قل آمين يا ولدي.
منذ الطفولة مجنون وتتعبني، ماذا جنيت سوى الحساد والحسد. نعم. أمي البسيطة روح الروح جوهرتي، تظن أني إذا قررت لم أعدي. أنا بطبعي كتوم لا أحدثها بما أخبئ من عينيك في غددي، لا أستطيع بتاتا أن أخبرها بأن مليون جرح مر في جسدي. ولست أجرؤ طبعا أن أقول لها دون القصيدة لا أرتاح في بلدي، دون القصيدة في حزني وفضفضتي لا أفتح القلب يا أمي إلى أحد. إذا التقيت بأمي في مناسبة فحدثيها بأسراري ومعتقدي، ستفهم الأمر. كانت في طفولتنا أميرة الحسن لا زالت إلى الأبد. هذه القصيدة كتبها الأستاذ الشاعر محمد جربوعة. تقول والدتي الله يحفظها ضيعت عمرك في الأشعار يا كبدي من البحر البسيط، كما ذكر الأستاذ رمضان. كنا مع السؤال الرابع، ننتقل الآن ب40,000 دينار، وقد استمتعنا بهذه القصيدة مع الأستاذ محمد. ننتقل إلى السؤال الخامس، السؤال الأخير في هذا الجزء من الحلقة. تعرف يا أستاذ رمضان من ضمن الأساليب الموجودة في الكتابة العربية أسلوب يسموه السهل الممتنع. والسؤال الخامس: من هو صاحب نظرية السهل الممتنع في الأدب العربي؟ عبد الله بن المقفع، عبد الحميد الكاتب، محمود درويش، نزار قباني. أولا، ما هو السهل الممتنع بالنسبة لي؟ السهل الممتنع هو الحقيقة يعني هو الأسلوب الذي يشتمل على عبارات نعم. يعني بسيطة تبدو سهلة مهضومة يعرفها الخاص والعام، ولكن يصعب على الكثير أن يسجو على منوالها. تماما. مثل ضيعت عمرك في الأشعار يا كبدي. هو سؤال يعني معنى بسيط، يعني قد يبدو لك بسيط، لكن تعال أنت وانسج كيفه يعني. وعنده الأستاذ محمد أيضا من الأبيات اللي ندرجها دائما في السهل الممتنع: والناس تخشى ابن عز جائعا، والناس تخشى ابن عز جائعا أبدا وتخشى شبعة الجوعان. يعني هذا في إحدى القصائد. فأسلوب السهل الممتنع هو اللي يبدو بسيط لكن في معناه يصعب أنك تنسج على منواله. وطبعا في الأدب العربي الكثير من هذه الأمثلة. عبد الحميد الكاتب في جملة: صاحب نظرية السهل الممتنع في الأدب العربي هو عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب المشهور بفن التوقيعات في الأدب العربي هو صاحب نظرية السهل الممتنع، إنما يقول رمضان طبعا. إجابة خاطئة يا أستاذ رمضان. عبد الله بن المقفع طبعا الذي ترجم كليلة ودمنة، واستطاع من أن يبتكر نوعا من الأسلوب السهل البسيط، لكنه يمتنع عن بقية الكتاب أن يصلوا إليه. وأنت قرأت أكيد كليلة ودمنة الذي أسس لهذه النظرية. لكل جواد كبوة يا أستاذ رمضان. ننهي مشاهدينا الكرام هذا الجزء من البرنامج بالسؤال الخامس. مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ثم نواصل. اليوم من البرنامج معنا الأستاذ رمضان بونكانو من المغير، أديب وشاعر وإمام، ومعه الشاعر الكبير الأستاذ محمد جربوعة. وننتقل مباشرة إلى السؤال السادس. السؤال السادس أمامك على الشاشة يا أستاذ رمضان: من هو الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة؟ لولا شعر هذا الشاعر لذهب ثلث اللغة. هل هو الأخطل، جرير، الفرزدق،
أم الحطيئة؟ وكل هؤلاء الشعراء كانوا متزامنين في وقت واحد، وتعرف شعر النقائض إلى آخره. الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة هو الفرزدق. الفرزدق، وش تعرف عن الفرزدق سي رمضان؟ الفرزدق في الحقيقة هم الآن الفرزدق وجرير والأخطل كما نعم. ذكرت، والحطيئة أيضا كانوا متزامنين، وخاصة الفرزدق يعني لا يذكر الفرزدق إلا ويذكر معه جرير. نعم. ولا يذكر جرير أيضا بالطبع إلا ويذكر معه الفرزدق، ذلك لأنهما يعني شاعرا النقائض. نعم. معروفان ب يعني نقائضهما، يعني يعرفها كل من درس الأدب، فيعني كل منهما وفي الأخير يعني لما واحد توفى قبل الفرزدق، أعتقد هو اللي مات قبل جرير، ورثاه بقصيدة شهيرة جدا يعني. وشعر النقائض معروف في الأدب العربي. الشاعر الذي قيل عنه لولا شعره لذهب ثلث اللغة، نعم أستاذ رمضان، هو الشاعر الفرزدق. لولا شعره لذهب ثلث اللغة. وعودة إلى أسلوب السهل الممتنع. أجد في هذا البيت من شعر الفرزدق ما يمثل حقيقة نظرية السهل الممتنع. إذا مت فابكيني بما أنا أهله، فكل جميل قلته في يصدق، وكم قائل مات الفرزدق والندى، وقائلة مات الندى والفرزدق. طبعا البيت شهير جدا للشاعر الفرزدق وجرير الفرزدق متعاصران، معهم الأخطل طبعا، شعر النقائض المعروف في الأدب العربي. والفرزدق عرف بمدحه لآل البيت. نعم، له قصيدته الهاشمية في مدح آل البيت. في مدح آل البيت لما يعني قدم يعني أحد الخلفاء أظنه سليمان بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك حاجا، فيعني وجد الناس في ازدحام، وجاء يعني الإمام علي بن الحسين، نعم، زين العابدين علي بن الحسين، نعم، زين العابدين علي بن الحسين، فيعني جاء أراد أن يستلم الحجر، أن يطوف ويستلم الحجر الأسود، ففسح له الناس. نعم. فيعني استغرب هشام هذا الأمر وقال من هذا، مع أنه كان يعرفه. نعم. فيعني انبرى الفرزدق ويعني أجابه بالقصيدة الرائعة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته السيف يعرفه، والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، حمال أثقال أقوام إذا افتلحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، إلى أن يقول: وليس قولك من هذا بضائره، نعم، العرب تعرف من أنكرت والعجم. وطبعا القصيدة شهيرة وأشهر ما فيها قوله: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. تفضل أستاذ محمد. هو يقول أنه في اللغة جرير تعني الحبل المتين، ويقال أنه أم جرير رأت في المنام أنها تلد حبلا، فقيل لها: ستلدين شاعرا كبيرا. أما الفرزدق معناه اللغوي، يعني أنا أذكر أنه كذا المعنى اللغوي للفرزدق هو الرغيف. نعم. يعني رغيف الخبز إذا كان ضخما وجهما، نعم، متضخما متجهما، نعم، فيقال أن وجهه كان ضخم وكان دائما متجهم، فسمي على صفة وجهه نعم بالفرزدق. وطبعا 50 سنة قضاها الفرزدق وجرير في التهاجي. نعم. 50، زي ما يقول نزار قباني، يقول من آخر كتبه 50 سنة في مديح النساء. نعم. نزار قباني بالضبط. الجرير والفرزدق قضيا 50 سنة في التهاجي، لكن لما مات الفرزدق، طبعا هم من قبيلة واحدة اللي هي نعم. قبيلة تميم يعني تماما. لكن لما مات الفرزدق هجاه جرير وبكاه إلى غير ذلك. بكاه جرير ورثاه. نعم. الآن ننتقل إلى السؤال السادس أستاذ رمضان، أمامك على الشاشة.
ماذا كانت وظيفة الشاعر الكبير بدر شاكر السياب، الشاعر العراقي الشهير؟ تعرف منشودة المطر طبعا للشاعر بدر شاكر السياب، هو الشاعر اللي أسس ومن مؤسسي مدرسة الجديدة في الشعر الحر يعني. فهل كان موظفا بمصلحة الموانئ، بمصلحة الجمارك، موظف بلدية، أم موظف بالجيش؟ الشاعر الكبير بدر شاكر السياب. أنت شاعر ووظيفتك إمام، والأستاذ محمد شاعر وهو إعلامي، وبدر شاكر السياب فهل كان موظفا بمصلحة الموانئ، الجمارك، موظف بلدية، أم بالجيش؟ تحيل السؤال الأستاذ محمد. السياب دون أن أراه هو صديقي يعني. نعم صديقي، لأنهم يقولون لا يكون الشعر إلا عراقيا. هم كانوا يقولون، حتى محمود درويش رددها حينما زار المربد وقال لا يكون الشعر إلا عراقيا. نعم. بدر شاكر السياب كان موظفا بمصلحة الموانئ. بمصلحة الموانئ. وأنا منذ مدة نشرت وثيقة لفصله من مصلحة الموانئ. نعم. طرد يعني من هذه المصلحة. لا هو يعني أنذر أرسل له يعني. هو كان مريض يعني سنة 61 تقريبا بدأ بدر شاكر السياب يمرض. نعم. وبدر شاكر السياب لما يوصفوا إحسان عباس لما يوصف بدر شاكر السياب يقول قصبة من نحافته يعني. نعم. يقول القصبة ركب عليها رأس مستدير كأنه ثمرة حنظل. هكذا يصفه يعني. هذا وصفه. وكان كان من قرية صغيرة قريبة من البصرة تسمى جيكور. نعم. لحد الآن بيته يعني موجود في جيكور وموجود بناته وكذا، طبعا مش ساكنين فيه لكن موجود بيته الآن في بيت فسيح كذا في جيكور يعني. وكان يحن لم يستطع التأقلم مع بغداد، وكان كثيرا ما يرجع إلى جيكور، كثيرا الغياب عن مصلحة الموانئ يعني. لكن هو اشتغل، هو للأمانة هو اشتغل مدرس إنجليزية لأنه هو درسته إنجليزية، اشتغل مدرس إنجليزية واشتغل في السفارة الباكستانية واشتغل يعني اشتغل أيضا في مصلحة الاستيراد والتصدير. نعم. لكن انتهى به المطاف إلى الموانئ. نعم. ولما مرض يعني مرض يعني بعموده الفقري وداء الظهر إلى غير ذلك، وكان يتداوى. لما كان يتداوى وكان مهتم بمراجعة ديوانه هذا الجميل اللي هو شناشيل ابنة الجلبي. نعم. يعني أو الجلبي على قول العراقيين وكذا. والشناشيل هي هذا الشرفات، شرفات نعم. العمارات التي كانت تصنع من الأرابيسك، من الخشب لتسمح للضوء والهواء بالدخول. نعم. فلما كذا سماه بشناشيل، فأرسل وتغيب عن مصلحة الموانئ بسبب المرض الذي مات فيه. يعني هو بدأ مرض سنة 61 سنة 64 نعم. مات يعني كذا، مات 38 سنة. نعم. يعني هذا يعني المتنبي والله غيره كلهم ما وصلوش لل60 أبدا. يعني. نعم. هذا 38 سنة وحقق كل هذا يعني. نعم. يسموه. فهو كان يشتغل في مصلحة الموانئ يعني. يقول لك الأستاذ محمد كان بدر شاكر السياب موظفا بمصلحة الموانئ. أستاذ رمضان في جملة. كانت وظيفة الشاعر الكبير بدر شاكر السياب موظفا بمصلحة الموانئ. بمصلحة الموانئ العراقية كان يشتغل الشاعر الكبير بدر شاكر السياب. تماما كما قال الأستاذ محمد، وهو طبعا بدر شاكر السياب أحد الشعراء العرب المشهورين جدا في القرن العشرين، يعتبر أحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي. عمل في مديرية الاستيراد والتصدير منذ العام 1954 لتتبع طبعا مصلحة الموانئ في العراق. 70,000 دينار في رصيدك يا أستاذ رمضان. ننتقل إلى السؤال الثامن. أنت تعرف النشيد الوطني بدون شك للشاعر الكبير مفدي زكريا. طبعا وقعت فيه بعض التحويرات عن النسخة الأصلية للنشيد. مثلا في بداية النشيد: والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات،
نحن ثرنا فحياة أو ممات، في النص الأول نحن خضناها حياة أو ممات، يعني ما كانش نحن ثرنا فحياة. بعد الثورة تحول البيت إلى شيء آخر. كذلك هناك بعض التحويرات على النشيد، يعني في نسخته الأصلية. ما هو البيت الأصلي في هذا المقطع من النشيد الوطني؟ لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا، لم يكن يصغي ديغول إن نطقنا، لم يكن يصغي الزمان إن نطقنا، لم تكن مريان تصغي إن نطقنا. طبعا النص الحالي لم يكن يصغى لنا لما نطقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا، لم يكن يصغى لنا لما نطقنا. لكن النص الأصلي هل كان لم تكن تصغي فرنسا إن نطقنا إذ نطقنا، أم ديغول، أم الزمان، أم مريان؟ مريان فرنسا يعني. البيت الأصلي في هذا المقطع من النشيد الوطني هو لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا، لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. وطبعا هذه الخيارات الأربعة كلها على نفس الوزن، هو الذي يعني على نفس الوزن، نفس الميزان، هو بحر الرمل هذا على فكرة. الرمل. لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. في جملة: البيت الأصلي في هذا المقطع من النشيد الوطني هو لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. لم يكن يصغى لنا لما نطقنا. النص الأصلي في النشيد الوطني الأول في القصيدة لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. والإجابة صحيحة، وأنت تحفظ أكيد النص الأصلي للنشيد الوطني. بعد ذلك دخلت فيه بعض التحويرات والتغييرات الطفيفة طبعا، من بينها هذا البيت الذي أصبح لم يكن يصغى لنا لما نطقنا، بينما النص الأصلي في الديوان لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. وحتى في لحن الأول كان هكذا تماما كما قلت لك: نحن خضناها حياة أو ممات. وأصبحت أسهل وأبسط عندما أصبحت نحن ثرنا فحياة أو ممات. على فكرة بعض الإخوان العرب الأشقاء العرب في سوريا مثلا أو في العراق ما زالوا يحفظون النشيد بصورته الأصلية: نحن خضناها حياة أو ممات، ورغم أن النشيد لم يكن متداول. يعني تصوروا، أنا أصور برنامج خاتم سليمان في دمشق، واحد بائع شاورما، يعني محل بسيط وصاحب مولاه بسيط، يحفظ النشيد الوطني كاملا ويحفظه بنصه الأصلي. حتى قرأ لي النشيد قال لي: نحن خضناها حياة أو ممات. فلما عدت وجدت أن النص الأصلي فعلا كما ذكر هذا الشيخ اللي طبعا من الذين كانوا طبعا جايلوا وعاصروا الفترة الأولى للثورة التحريرية. أستاذ محمد مفدي زكريا، ماذا يمثل هذه القامة الشعرية الكبيرة يعني؟ والله كما قلت هو يمثل قامة شعرية كبيرة يعني. نعم. طبعا هنا بس فيه يعني كان الجواب باديا انه هذا. نعم. الاول لانه حتى في الوزن فيه شوي وزن، فيه شوي فيه خلل يعني. لا فيه خلل شوي يعني. لما نقول لم يكن يصغي ديغولو، ديغولو ما تزبطش لا يعني، تستقيم مع الوزن. لا ولم تكن ماريانو كذلك ساكنان هذو يعني. نعم. الا اذا كان حطيناها بين قوسين وكذا. لم يكن يصغي الزمان بين انها فيها كسر يعني. صحيح. لكن مبين من الوزن أنه كان الأول يعني. الوزن الأصلي هو الاختيار الأول. لكن ما يحز في النفس بالنسبة للمفدي زكريا. نعم. أن مفدي زكريا يعني بعد الاستقلال عاش في تونس يعني. طبعا. عاش في تونس، وبالنسبة لنا هذه كانت ثروة ضائعة. تماما. يعني أهم من ثروة النفط كما قلنا على تشرشل يعني. كانت نعم. ثروة ضائعة وتعتبر وصمة. أنا بالنسبة لي أعتبر أنه شاعر يعيش خارج وطنه يعتبر وصمة يعني. نزار قباني لما نفي في مرحلة ما نفي من سوريا. نعم. كان حاول أن يرجع إلى سوريا، وكان يرسل حتى رسائل، يرسل بعض الرسائل
لكن تلك الرسائل أنا نظن أنها لم تكن تصل إلى السلطة يعني إلى السلطة يعني. فكان كتب هو قصيدة أتراها تحبني ميسون يقول كم والنساء ظنون، وكم كتاب أرسلته إليها ذبحته تحت النقاب العيون. وهو لا يقصد العيون تحت النقاب العيون، إنما يقصد رجال المخابرات وغيرها وكذا في سوريا، أنهم لم يكونوا يوصلون رسائله التي كان يلتمس بها العودة إلى دمشق. عدم عودة أو أن يعيش رجل هرم كبير مثل نزار قباني، رجل مجدد في اللغة، مجدد في الأدب، مجدد في الشعر، أن يعيش خارج دمشق هذا نزيف في الثروة. وأن يعيش مفدي زكريا خارج الجزائر بعد الاستقلال فهذا أيضا نزيف في الثروة الوطنية، في ثروة الأمة وفي ثروة المجتمع يعني. أيضا أضيف تفضل. مفدي زكريا أيضا معروف يعني، هو يعني ابن مدينة بني يزغن غرداية طبعا. وهو صاحب الألياذة الشهيرة والتي يعني من أروع وأبدع طبعا ما كتب مفدي. نعم. ويعني يعني هو كتب يعني النشيد الوطني هذا كتبه في سجن بربروس. نعم. معروف بالسركاجي يعني. في الزنزانة رقم 69 على ما أذكر. ويعني يقال أنه كتبه بدمه. نعم. فيعني وله يعني مؤلفات كثيرة، اللهب المقدس نعم. معروف يعني أشهر. مفدي زكريا صاحب الجملة القرآنية في الشعر يعني. وسبح لله ما في السماوات والأرض ملء شفائف شفا مثلا يعني. ونطق الرصاص جل جلاله. وفي القصيدة قصيدة بنت العشرين يقول ودنا السعد فاطفحي بالبشائر، يتحدث عن الجزائر، يقول عن الشعب الجزائري: فدنا من كليمه وتدلى قاب قوسين عاصفا بالجبابة. يعني شوف كيف يعني يستعمل الجملة القرآنية بطريقة بديعة جدا في الشعر. يستعمل تناصا أو اقتباسا. هذا هو مفدي الذي يعرفه كل الجزائريين بلا استثناء، صاحب النشيد الوطني. ننتقل الآن إلى السؤال التاسع أمامك على الشاشة من القصائد الجميلة في ديوان الشعر العربي أيضا: ودع الصبر محب ودعك. يعني قصيدة بسيطة خلاص في معناها، لكن في مبناها، لكن في معناها شيء عميقة جدا. ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودعك. يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك. إن يطل بعدك ليلي فلكم، بت أشكو قصر الليل معك. ودع الصبر محب ودعك، قصيدة لولادة بنت المستكفي، لابن زيدون، لابن هانئ الأندلسي، لابن حزم. صاحب قصيدة ودع الصبر محب ودعك هو ابن زيدون الشاعر الأندلسي الشهير، الشاعر الأندلسي والوزير. نعم. كان وزيرا لابن جهور تماما. شاعر الوزير. وهو صاحب يعني النونية المشهورة: أضحى التنائي بديلا من تدانينا، وناب عن طيب لقيانا تجافينا بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. يكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودا، وكانت بكم بيضا ليالينا. وهي قصيدة رائعة، إلى أن يقول فيها يعني يقول: غيض العدا من تساقين الهوى، فدعوا بأن غص فقال الدهر آمين. وهي قصيدة جميلة جدا النونية لابن زيدون. قصيدة ودع الصبر محب ودعك لابن زيدون، للشاعر الأندلسي الشهير ابن زيدون. وطبعا برع ابن زيدون في الشعر والنثر، له الرسالة التهكمية الشهيرة على لسان ولادة بنت المستكفي إلى ابن عبدوس الذي كان ينافسه على حب ولادة: أيها المصاب بعقله، المورط بجهله، البين سقطه،
الفاحش غلطه إلى آخر، يعني نثرا وشعرا. أما القصيدة هذه ودع الصبر محب ودعك، فهي من أجمل القصائد العربية. في آخرها إن يطل بعدك ليلي فلكم بت أشكو قصر الليل معك، يعني إذا كان بعدك أنت طال الليل فكم كنت أشكو قصر الليل وأنا معك. وهذا المعنى موجود في الشعر القديم: فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر، وفيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي. يعني هذا من المعاني الجميلة جدا في الشعر العربي. محمد ابن زيدون. والله أنا ابن زيدون إن كنت يعني أنتقصه في شيء ففي ذوقه يعني. كيف يعني؟ لأنه حبيبة الرجل أو زوجته من ذوقه. نعم. أنا في دمشق أثناء إقامتي هناك التقيت يعني مرات بكلية خوري. نعم. وكلية خوري أديبة المعروفة سورية يعني. وتقول أنه في أيام معه أنه نزار في مرحلة ما كتب فيها يعني. نعم. ما كتبه نزار في مرحلة ما كتبه في كلية خوري. كلية يعني. خوري والمعروف في كلية خوري. نعم. فتتكلم عن ذوق نزار. كلية خوري وهي عجوز، وهي الآن عجوز ممكن في 80 أظن. نعم. والله كذا. يعني أنت لما تشوفها وهي عجوز تقول أنه نزار قباني كان عنده ذوق. كان عنده ذوق. كان عنده ذوق. كان عنده ذوق. لكن هذه ولادة بنت المستكفي يعني تكتب شعر يعني لا يستطيع رجل يعني في جرأته. نعم تماما. شعر فاحش يعني لا يستطيع رجل أن يكتب مثل هذا الشعر يعني. جريئة جدا. نعم. ورغم ذلك فقد أحبها يعني ابن زيدون وتعلق بها. نعم. كذا. وطبعا ابن زيدون دفع الكثير من عمره في السجن بسبب هذه المشاكل اللي كانت بين الطوائف، بين إشبيلية وقرطبة وغيرها وكذا، فدفع لذلك ثمنا يعني. ابن زيدون وولادة المشهورة بالقصيدة: أنا والله أصلح للمعالي وأمشي مشيتي وأتيه تيها والمشاهدون يعرفون بقية الأبيات. طيب إلى السؤال العاشر الآن. السؤال العاشر، نبقى في الأندلس أستاذ رمضان بالمناسبة. من هو ناظم موشح جادك الغيث؟ طبعا الموشح شهير جدا في ديوان الشعر العربي: جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلم بالكرى أو خلسة المختلس. أبو بكر بن عمار، المعتمد ابن عباد، لسان الدين ابن الخطيب، ابن سهل الإسرائيلي، وكل من هؤلاء الأربعة طبعا شعراء شهيرون في الأدب الأندلسي القديم. جادك الغيث. ناظم موشح جادك الغيث هو لسان الدين ابن الخطيب. لسان الدين ابن الخطيب، الشاعر الأندلسي الشهير. في ليال كتمت سر الهوى في الدجى لولا شموس الغرر، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا لا أبالي شرقه من غربه، أحور المقلة معسول لما جال في النفس مجال النفس، سدد السهم فأدمى إذ رمى بفؤادي نبلة المفترس. الشاعر لسان الدين ابن الخطيب. والموشح شهير جدا للسان الدين ابن الخطيب، وقد عارضه أيضا الكثير من الشعراء بقصائد مماثلة: يا أهيل الحي من وادي الغضا وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا لا أبالي شرقه من غربه. إلى محمد. كثير من الذين يكتبون عن يعني في التنظير للأدب إلى غير ذلك يعني توقفوا كثيرا عند الموشح. هل هو من الشعر العربي يعني؟ نعم. هو في يعني تنطبق فيه القافية والوزن. نعم. وكذا، لكن هو دخل يعني حسب كذا هو دخل الشعر العربي من الثقافات الإسبانية وغيرها يعني، متأثروا بالإسبان وغيرها يعني. هذا بس. طيب يا سيدي، ننهي هذا السؤال العاشر ب100,000 دينار. مشاهدينا الكرام، نشوف المخرج إذا تبقى لدينا وقت في هذه الحلقة. إلى فاصل قصير ثم نواصل.
كنا انتهينا يا أستاذ رمضان بالسؤال العاشر، وفي رصيدك 100,000 دينار. مشاهدينا الكرام، استثناء سنوقف حلقة اليوم في هذا الجزء لأنه الوقت مشى والحديث أخذ بنا كل مأخذ. كلمة أخيرة ليك يا أستاذ رمضان بسم الله الرحمن الرحيم في نهاية هذا الجزء من الحلقة. نشكر يعني قناة الشروق إدارة وإعلاميين ومساعدين، وعلى رأسهم الأستاذ سليمان. أشكرك على هذه الدعوة، وأشكر الجمهور السادة الحاضرين، وكذلك يعني أشكر زميلي المرافق الأستاذ الأديب المفكر محمد جربوعة والجماعة كذلك معهم. وأوجه تحية من هذا المنبر ومن هذه القناة المباركة إلى جميع الشعراء نعم، والأدباء في الوطن العربي بصفة عامة، وإلى الشعراء والأدباء في الجزائر بصفة خاصة، أن يهتموا بالكتابة نعم، وبالشعر وبالكلمة الجميلة وبالبيت وبالقصيدة. يحترموا القصيدة يعطوا للقصيدة مكانتها وقيمتها. وكذلك تحية لأهلي في ولاية أضرار، وتحية لسكاننا وأهلنا في مدينة المغير، وتحية لكل من ساهم. ونلتقي بك طبعا في الأسبوع المقبل من البرنامج لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة أستاذ رمضان. قبل ذلك الكلمة للأستاذ محمد، تفضل. طبعا أنا شاكر لك شخصيا، وشاكر لهذا الجمهور الطيب الجميل الذواق. لا يزال الشعر بخير، إذا كان الأمم تقاس في أكثر ما تقاس به ذوقا وحضارة بالشعر. وأنا دائما أقول إذا في أي مدينة من المدن، لازلت أكرر ذلك، إذا مر أي شاب 20 أو 30 في وسط الشارع وهو يحمل خنجرا، فإن الأمر يبدو مألوفا جدا، الصورة تبدو عادية جدا. هذا المشكلة. أما إذا مرت صبية في 20 أو 30 وهي تحمل وردة حمراء، ربما هدية ستهديها لأبيها أو لزوجها أو لأمها، فإن هذه الفتاة بالنسبة لمجتمعنا فتاة متهمة ولا أخلاق لها. وحين يكون المجتمع يتآخى مع الخنجر ومع الجريمة وتبدو عنده عادية جدا، بينما تبدو الوردة متهمة، فإن الأمور تحتاج إلى الكثير من الشعر لكي يأخذ أو يستعيد المجتمع ذوقه ولإعادة النظر. سعدنا مشاهدينا الكرام بلقاء قامتين في الشعر الجزائري المعاصر، الأستاذ الشاعر محمد جربوعة، القامة الإعلامية والشعرية البديعة جدا للشيخ رمضان. استثناء أن ننهي جزء الحلقة اليوم من البرنامج عند هذا الدور، على أن نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله. تحياتي إليكم متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مساء الخير، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم برنامج زدني. حلقة اليوم في الحقيقة استكمال للحلقة السابقة التي أخذنا فيها الحديث كل مأخذ مع شاعرين كبيرين من شعراء الجزائر، الأستاذ رمضان من المغير والأستاذ الشاعر المبدع محمد جربوعة، وفيما يلي استعراض لأقوى اللحظات التي شاهدتموها في الحلقة السابقة. في أي سورة تقع هذه الآية الكريمة؟ هناك نوع من أو فلتة من تفسير تقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي ما علمناه الشعر وما علمناه ما ينبغي للشعر من أدوات.
تقول والدتي الله يحفظها: ضيعت عمرك في الأشعار يا كبدي. والقصيدة طبعا للشاعر الأستاذ محمد. إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. ما هو البيت الأصلي في هذا المقطع من النشيد الوطني؟ البيت الأصلي في هذا المقطع من النشيد الوطني هو: لم تكن تصغي فرنسا إذ نطقنا. كان هذا مشاهدينا الكرام استعراض للأسئلة التي مرت في الحلقة السابقة مع المتسابق الأستاذ رمضان بونكانو من المغير ولاية الواد، مرفوقا بالشاعر الكبير المبدع محمد جربوعة. وبدون إطالة، الدور الثاني من الحلقة الأصلية السابقة يبدأ الآن. في البداية أستاذ رمضان، كيف كان تقييمك للجزء الأول؟ يعني الحمد لله، يعني أنت وصلت معنا إلى مبلغ 100,000 دينار بتوفيق من الله عز وجل، يعني ونسأل الله التوفيق فيما بقي إن شاء الله. طبعا كانت الجلسة ممتعة من خلال ما تابعناه معك ومع الأستاذ محمد من شعر ومن توضيحات من طرف مرافقي مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد، أهلا وسهلا. كيف تقييمك لما شاهدته معنا في الجزء السابق؟ والله أنا من شيء 30 سنة أو أقل شوي لم أجلس في مثل هذا المجلس، يعني في سؤال وجواب، يعني منذ أن غادر الواحد المدرجات، والآن أنت أعدتنا، يعني فشكرا لك. لا بارك الله فيك، أنت أعطيتنا فرصة لإفادة السادة المشاهدين لكي نعيش معا في جو الشعر، في ربيع الشعر يعني في الحقيقة. طيب يا سيدي، ننتقل مباشرة إلى السؤال 11. هذه يا أستاذ رمضان من القصائد الشهيرة جدا أيضا في ديوان الشعر العربي. فمن صاحبها؟ من صاحب قصيدة الغيرة؟ قصيدة بعنوان غيرة، ومطلعها: خبروها أني قد تزوجت. خبروها أني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا، ثم قالت لأختها ولأخرى جزعا: ليته تزوج 10. وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا، ما لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي أخال فيهن فترة، من حديث نما إلي فظيع، خلته من تلظيه في القلب جمرة. يعني هذه امرأة تحس بالغيرة لما عرفت أن زوجها تزوج عليها. فهل هذه القصيدة لعمر بن أبي ربيعة، أبي الطيب المتنبي، أبو نواس، أم وضاح اليمن؟ خبروها أني قد تزوجت. وأن أحل السؤال إلى أستاذ محمد. لا، خبروها أني قد أولا كيف تشوف أنت كشاعر، كيف ترى الغيرة؟ يعني هي الغيرة هي المرأة، هي الأنثى يعني. نعم، لا يمكن لأنثى. الغيرة امرأة. الغيرة امرأة. القصيدة لعمر بن أبي ربيعة، يعني عمر بن أبي ربيعة. نعم، شاعر المرأة في ديوان الشعر، وشاعر الغزل والنسيب وكذا، والذي تجاوز كل حدود الغزل. يعني يقولوا أنه عمر بن أبي ربيعة توصل به الحد في مكة أنه كان يستقبل الحاجات اللي جايين من الحج من العراق ومن الشام ومن كذا، ويتشبب بهن يعني، ويتغزل بهن ويتغزل. لما قال له سليمان بن عبد الملك، قال له: يا أخي قل في قصيدة، هو حاكم يعني، هو الأمير. قال: قل في قصيدة. قال: والله أنا أعتذر لأني يعني أنا لا أمدح غير النساء، يعني لا أمدح غير النساء. والقصيدة طبعا عنده من ضمن ما هو كان يعترض سبيل الحجات اللي يروحوا للحج ويتغزل بهن. ومن ضمن ما عرف عن أبي ربيعة: أومت إلي بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. يعني أشارت إلي بعينيها وهي راكبة في الهودج، لو كان ما أنت ما رحت نحج. يعني تتصور يعني عمر بن أبي ربيعة أين يصل. أومت إلي بعينيها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. طيب محمد، يعطيك خيار الأول.
هو كل من عمر بن أبي ربيعة وابن أويس معروفين بالغزل وكذا، ولكن أحترم رأي صديقي وأنزل عند يعني اختياره صاحب قصيدة الغيرة خبروها أني قد تزوجت، هو عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة صاحب هذه القصيدة: خبروها أني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا. والقصيدة يا أستاذ رمضان من أجمل ما قيل في الغيرة، غيرة المرأة: ما لقلبي كأنه ليس مني، خبروها أني قد تزوجت فظلت تكاتم الغيظ سرا. ثم قالت لأختها ولأخرى جزعا: ليته تزوج 10. وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا: ما لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي أخال فيهن فترا، من حديث نما إلي فظيع، خلته من تلظيه في القلب جمرا. وبالمناسبة نحن نغتنم هذه الفرصة لنسمع للشاعر محمد جربوعة إحدى القصائد على الأقل، حتى نستكمل من عمر بن أبي ربيعة إلى محمد جربوعة. ماذا تختار لنا أستاذ محمد؟ يعني بين العابدة وغيرها. يعني أنت عندك قصيدة العابدة هذه يا شباب. العابدة هذه يصور حالة امرأة تدخل صفحة فيسبوك حبيبها خلسة خفية، ورغم أنها تبدي مثل ما كنا نحكي على الغيرة، رغم أنها تبدي أنها ما يش على بالها به، إنما هو يعرف أنها تدخل خلسة لصفحته على الفيسبوك وتشوف وش راه ينشر وتقرأ ماذا يكتب. نستمع إلى العابدة مع الأستاذ محمد جربوع. طبعا هذه فيها تقريبا 70% حقيقة و30% خيال. يعني 70% حقيقة كمثل حكاية عمر بن أبي ربيعة وأومت إلي بعينيها. تقول القصيدة طبعا هي امرأة متدينة، لكن رغم ذلك لم تستطع، فيه ثلاثية العطر والزهر والشعر. نعم. أي امرأة استغنت عن هذه الثلاثية في أي يعني فرنسي، في الثقافة الفرنسية، في الثقافة الإنجليزية، العربية، أي امرأة استغنت عن هذه الثلاثة خلاص خرجت من كونها أنثى. يعني نعم. تغض الطرف مسبلة الخمار، تغض الطرف مسبلة الخمار، مسبلة الخمار. نعم. تقوم الليل صائمة النهار، تصلي الفرض حجت منذ عام، تحب الله طاهرة الإزار، تصوم البيض نفلا كل شهر، وإن غنت فبالسور القصار، مدللة وتشهق حين تبكي، وتعقد حاجبيها كالصغار، وتطلب ما تشاء يجيء فورا، على الترحيب لو لبن الكنار، تراعى حين تغضب بنت عز، تجارى في الأمور ولا تجاري، نمت في القطن لينة وعاشت مخبأة كلؤلؤة المحاري، لها رمش يهودي جميل، يدمر حين تنظر بزورار، وأقصى الفتك في النسوان عين، كمثل المنجنيق وذات نار، وتذهل حين تمشي في دلال، وتخجل حين تخجل في احمرار، زمردة من الذهب المصفى، ثمين النوع مرتفع العيار، ولولا الشرك أقسم والداها بمعصمها المنعم في السوار. ولولا الشرك أقسم والداها بمعصمها المنعم في السوار، تخاف الشعر تكرهني ولكن تمر على القصائد في جداري، وتدخل صفحتي في السر ليلا على الأمشاط باسم مستعار. صفحة الأستاذ محمد جربوعة على الفيسبوك، يعني قاعد البيت اللي قبله وتدخل صفحتي في السر ليلا على الأمشاط باسم مستعار، تهرب قلبها عني كرئم
يخاف الصيد يهرب في البراري، وتحضن جرة في الصدر خوفا من المجنون كالصار الجرار. وتعرف أن أشعاري رصاص وبارود شديد الانفجار، إذا أحرقت قلبا زينبيا فلا أبقي سوى بعض الغبار، وتنصح قلبها قلقا كطفل سيقطع ماشيا سكك القطار، تقبله وتوصيه تلفت بربك لليمين ولليسار. فهذا الشعر ملعون ويكوي فشم ظهوره، لكن حذاري وخف ربي ولا تشمت بحالي عدوات الحرائر والجواري. وليس الأمر سهلا كل أنثى تحب تصير مشروع انتحاري. وليس الأمر سهلا كل أنثى تحب تصير مشروع انتحاري. أنا إن صرت مدمنة كغيري على أشعاره خربت داري، سأفقد من قصائده هدوئي ويخرج من يدي فيه قراري، وأدري أن واحدة ستبقى وباقي المعجبات إلى دماري. إلى دماري. شفت التصوير البديع. وأدري في الأخير وأدري أن واحدة ستبقى وباقي المعجبات إلى دماري. قصيدة جميلة جدا بعنوان العابدة للشاعر المبدع محمد جربوعة. وصلنا معك إلى السؤال 11، ننتقل إلى السؤال 12 في القصائد دائما. من صاحب قصيدة مديح الظل العالي؟ سميح القاسم، محمود درويش، أدونيس، عبد الله البردوني. الفلسطيني سميح القاسم، محمود درويش، عبد الله البردوني اليمني، وأدونيس السوري. أقترح أن بحر لأيلول الجديد، خريفنا يدنو من الأبواب، بحر للنشيد المر، هيأنا لبيروت القصيدة كلها. والقصيدة شهيرة جدا، قصيدة مديح الظل العالي. هل هي لسميح القاسم، درويش، أدونيس، البردوني، أم نذهب إلى محمد؟ أقترح أن أرسل السؤال إلى صديقي ومرافقي. في تقديرك يعني أي شاعر من هؤلاء كتب مديح الظل العالي؟ أنا يعني عندي معلومة بهذا الصدد لكن لست متأكدا. أراه والله أعلم محمود درويش، لكن لا أؤكد إجابتي وأستعين وتستعين بصديقي ومرافقي الأستاذ الشاعر محمد جربوعة. يعني هي القصائد هذه من القصائد الشهيرة للشاعر الكبير الفلسطيني محمود درويش رحمه الله يعني. ومديح الظل العالي يعني هي قصيدة قديمة، ويقولوا أنه كانت فاصلة بين شعره السبعيني في السبعينيات وشعره فيما بعد السبعينيات في الثمانينيات والتسعينيات. ومديح الظل العالي فيها فكرة جميلة. محمود درويش يقول يحبونني ميتا ليقولوا لقد كان منا وكان لنا. هذا الشعر الذي يحبه الناس ميتا. هو يقول أنه الذين يحبون شعره إنما يحبونه ميتا. هي قصيدة مديح الظل العالي وأنا كتبت عليها منذ سنوات. تتكلم على فكرة جميلة، هي فكرة الانتقال للانتهاء. فكرة الانتقال إذا كان فيه دقيقتين ولا دقيقة أنا أتكلم. فكرة الانتقال هي فكرة لما يعني تنسد الأوضاع. لما تنسد الأوضاع تأتي فكرة الانتقال. جابرييل غارسيا ماركيز يقول في إحدى رواياتي: وصلت لطريق مسدود، ما الذي أفعله بالبطل؟ هل أقتله؟ يختفي؟ ما الذي أفعله به؟ يقول في يوم من الأيام أنا قاعد في الشرفة في البلكونة، وفجأة نشوف ثوب يطيره الريح. قال فأخذت فكرة أنه gone with wind، يعني في هذا المعنى، يعني أنه ذهب مع الريح يعني. وهي فكرة المسعدي لما كتب في السد رواية السد أنه هذا غيلان وهيلانة، يقول أخذ بيدها وارتقيا، وهي فكرة قرآنية أنه عيسى عليه السلام لما وصل طريق مسدود مع قومه رفعه الله إليه. محمود درويش في مديح الظل العالي يحاول أن يقول أن هذه الثورة قد تتعثر لكنها تنتقل ولا تموت. ويقول هو لياسر عرفات: لست آدم
كي أقول انتصرت. والله خرجت من بيروت منتصرا على الدنيا ومنهزما إلى آخره. نعم. فهو يتكلم في هذه عن الانتقال، أن الثورة قد تحاصر، وهي كانت ظروف سيئة جدا في الحصار في لبنان، في بيروت في الثمانينات وفي غيرها، يعني من قبل له في الثمانينات على أشدها. هو لما يتكلم عن الانتقال الثورة، أن الثورة قد تأخذ منعطفات، قد تصل إلى الانسداد، لكن هذا الانسداد يعني الانتقال للوفاة. على هذه هو يجي في الأخير ويركز على الخلاصة تبع سموه، يقول ما أكبر الدولة، ما أكبر، يقول ما أكبر الفكرة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة، ما أصغر الدولة، ما أكبر الفكرة، ما أصغر الدولة. آخر شيء في مديح الظل العالي، مديح الظل العالي للشاعر الكبير، للشاعر الكبير محمود درويش. محمود درويش. وطبعا القصيدة قرأها أول مرة محمود درويش هنا في الجزائر بمناسبة الإعلان عن دولة فلسطين في الجزائر، إلى خليفة حامي والإجابة. بيروت عسرا تكثر الحشرات، تزداد الرطوبة، ترتخي العضلات، نشعر أن للأرض احتقانا في مفاصلنا، فنصرخ أيها البطل انكسر فينا. مساء فوق بيروت الرخام، ينز دما ويذبحني الحمام. إلى من أرفع الكلمات سقفا وهذه الأرض يحملها الغمام، ويرحل حين يرحل نحو تيه. أحدق في المسدس وهو ملقا على طرف السرير، فأشتهيه وينقذني الكلام، ظلام كل ما حولي ظلام. هذا جزء من مديح الظل العالي. هذه القصيدة للشاعر الكبير محمود درويش، مديح الظل العالي. طبعا كما وضح لنا الأستاذ محمد، كانت عبارة عن انتقال من شعره القديم إلى آخر ما كتب محمود درويش: ليت الفتى حجر يا ليتني حجر، وحالة حصار، وغيرها من القصائد الشهيرة. الآن في رصيدك 300,000 دينار يا أستاذ رمضان. ننتقل إلى السؤال 13. في الثوريات دائما من صاحب قصيدة أطفال الحجارة؟ ظهروا الدنيا وما في يدهم غير الحجارة، وأضاءوا كالقناديل وجاءوا كالبشارة، قاوموا وناضلوا واستشهدوا، وبقينا دببا قطبية صفحت أجسادها ضد الحرارة. قصيدة أطفال الحجارة لنزار قباني، للأخطل الصغير، لغازي القصيبي، لسعيد مانع العتيبة. نزار طبعا الشاعر العربي السوري، الأخطل الصغير الشهير في لبنان، غازي القصيبي عبد الرحمن القصيبي السعودي، سعيد مانع العتيبة اللي هو الشاعر الإماراتي. يعني دائما صار مرتبط مصطلح أطفال الحجارة دائما مرتبط بالقضية الفلسطينية، طبعا دون شك. هذا امتداد للسؤال السابق. يعني بين هؤلاء الشعراء يعني يبدو الشاعر نزار قباني القضية الفلسطينية كانت حاضرة في شعره، في أشعاره السياسية، في أشعاره السياسية وفي أعماله السياسية كانت حاضرة. واستبعد البقية مما يجعلني أرجح أن يكون نزار قباني، الشاعر الكبير نزار قباني. خلوك يا أستاذ رمضان تفكر جيدا وقلب أوراق نزار. ومع السادة المشاهدين إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نواصل. السؤال 13 والسؤال صاحب قصيدة أطفال الحجارة، هل هو نزار قباني الأخطل الصغير، غازي القصيبي، مانع العتيبة؟ صاحب قصيدة أطفال الحجارة هو الشاعر نزار قباني. أستاذ محمد، أطفال الحجارة. أنا أبصم على ما قال، يعني تبصم على نزار. طيب والأخطل الصغير؟
لا الأخطر الصغير بشار الخوري بشار الخوري نعم كذا نعم. لا هو نزار قباني معروف، له قصائد جميلة جدا بشار الخوري طبعا. لا السياب ذاته طبعا هو قبل السياب ذاته يعني كان متأثرا بالأخطر. السياب يقال أنه السياب يعني منح هذا النحو نحو الحداثة تأثروا بالأخطل كثيرا. من أجمل قصائده جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. ومن قصائده عش أنت إني ميت بعدك إني مت بعدك. عش أنت إني مت بعدك. وأطل إلى ما شئت صدك. وأطل إلى ما شئت صدك. القصيدة شهيرة للأخطل. غازي القصيبي هذا الشاعر والدبلوماسي السعودي الوزير أيضا توفي منذ سنوات يعني رحمه الله وكذا. لمي ضفائرك الشقراء وابتعدي أخشى عليك اللظى الموار في جسدي. هذا الشاعر القصيبي شاعر جميل جدا أيضا. غازي القصيبي يعني مما أذكره أنه في صديق كان وزير مفوض سعودي في دمشق يعني. نعم. كان صديقنا وهو شاعر كبير أيضا اسمه خالد الخنين. نعم. أبوه قاضي في السعودية، قاضي قديم في السعودية. فكتب غازي القصيبي كان آنذاك يعني وزيرا أو مسؤولا لتعليم البنات. بالضبط. ففيه مدير ابتدائية مدير متوسطة ما عندهمش المكيفات في الصيف، فأرسل له قصيدة وهو شاعر. هذا المدير أيضا شاعر. أرسل له قصيدة قال له البنات يعني أوانس وكذا ورقيقات ونعيمات، يعني لا يحق أنت شاعر أنهم يبقوا بدون تكييف وأنتم تقطعوا علينا في الكهرباء كل يوم وكذا في الصيف. كان وزير الكهرباء عبد الرحمن. وزير الكهرباء. نعم كان وزير الكهرباء. فرد عليه غازي القصيبي بقصيدة، رد على هذا المدير بقصيدة نشرت في الرياض أو في عكاظ أو في الرياض. نعم. ثم توالت القصائد من شعراء السعودية، ثم جمعها هذا الصديق خالد الخنين. أيوة. في كتاب صغير سماه الشعر الكهربائي. هي من مناظرات الشعر الكهربائي. نعم. لأنه عندهم في السعودية وزارة اسمها مش كما احنا وزارة الطاقة، عندهم وزارة الكهرباء، وكان القصيبي وزير الكهرباء في المملكة العربية السعودية. وأتذكر أيضا الشاعر اللي توفى مؤخرا عبد الرحمن رفيع البحريني هجاه تهكما ببيتين جميلين، قال له ألا يا أيها المأفون غازي غزوت الشام أم أرض الحجاز. ويعني كانت طبعا مش منقولش ملاسنات، إنما كانت هناك يعني مناظرات بين الشاعرين. مانع العتيبة اللي كان وزير البترول زمان يعني. العتيبة شاعر من أهم الشعراء اللي عاشوا الآن. نتكلم عن الشعراء الحقيقيين، وإلا فيه شعراء غير كذا تجنسوا بالجنسية، مثل ما الفيتوري تجنس ليبيا تماما. نشوفوا مثلا أنه فيه مثلا دريس جماع. أيوة. على الجمال تخاف منا ماذا علينا بالضبط. إذا نظرنا وكذا. هؤلاء عاشوا في الإمارات، ومنهم من أخذ السودانيين وغيرهم وأخذوا الجنسية الإماراتية. لكن سعيد مانع العتيبة هو إماراتي يعني. نعم إماراتي يعني. سعيد مانع العتيبة اللي كان وزير البترول في السبعينات أعتقد أو بداية الثمانينات. صاحب قصيدة أطفال الحجارة الشاعر الكبير نزار قباني. و400,000 دينار في رصيدك أستاذ رمضان. وينبغي فقط هنا أن نصحح صورة نزار قباني لدى الجزائريين على وجه الخصوص. الناس يعتقدون أن نزار كتب فقط شعرا في المرأة، بعض الناس يعني، ولكن يجب أن يعرفوا أن هناك ديوان يعني أكثر من مجموعة شعرية في أعماله السياسية، سواء كانت نثرية أم شعرية، كتبها عن القضية الفلسطينية، عن الوضع العربي، عن الوضع المتأزم في البلدان العربية، عن نكسة 67 وغيرها من الأعمال السياسية. محمد يعني هو نزار هو لا يرى أنه مظلوم يعني. نعم. أنا يحكي لي شخص قال لي لما جاء الدولة عربية ولتكن مثلا الجزائر، قال لما استقبلناه في المطار قال يعني جاي يعني الجماعة اللي استقبلوه اللفيف أو الوفد هذا اللي استقبلوهم فيهمش نساء، وإذا فيهم زوج عجايز والله 3. فقال لهم هذا دليل يعني أنا جيت غلطة عندكم. قال لهم دليل أنه يعني رسالتي لم تصل. كان من المفروض لما استقبلوني يعني بنساء. هو هذا لا يعني سوء خلق. نزار قباني له رؤية ما، له فكرة ما يعني. فقط يعني نزار قباني
يعني من الأشياء التي هذا الشاعر كبير. علاش أنا نقول أنه اثنين يعني شاعران أرجع للشعر العربي هيبته الحقيقية. المتنبي هذا العظيم المتنبي، كان المتنبي يقولوا أنه من فخره بنفسه يلبس 7 أثواب. نعم. وكل ثوب أقل من ثوب حتى يظهر الثوب بلون يظهر مثل الطاووس. نعم. ويقول أنا الذي كذا. نظر الأعمى إلى قتلته قصيدة من قصائده. نعم. يعني يمشي في الصحراء فيقطعوا قطاع الطرق يوقفوه فيقول كذا، يهرب منهم فيقول كيف تهرب أنت الذي قلت الخيل والليل والبيداء تعرفني، فعاد إليهم وقتلوه. نعم. أما الرجل الثاني فهو نزار قباني. نعم. نزار قباني يحكي يعني أنا عرفت في دمشق دكتورة كبيرة هي في ممكن 90 من العمر الآن، تسمى الدكتورة سعاد الغفري. نعم. ولها أرشيف كبير عن عمر أبي ريشة شاعر حلب الكبير طبعا يعني. فيقول نزار قباني يقول عمر أبي ريشة، يقول له أنا سأستقيل من العمل الدبلوماسي. طبعا هو كان دبلوماسي، وكان عمر أبو ريشة أيضا كان سفيرا. نعم. في الهند يعني سفير أو في البرازيل، كان سفير لسوريا في البرازيل. ونزار قباني بين إسبانيا وبين بريطانيا وبين مصر يعني. فيقول له أنا سأستقيل من العمل الدبلوماسي. يقول له هذا الشاعر الآخر اللي هو عمر أبو ريشة، يقول له وماذا تفعل؟ يعني منين تأكل خبز أنت؟ الشعر ما يوكلش خبز في بلادنا العربية. صح. فيقول أنا سأريك أنه الشعر يوكل خبز ويمكن لصاحبه أن يكون نجما. قال له وكيف تترك هذا الهيلمان؟ أنت الآن الملوك والأمراء يأخذوا يلتقطوا معك صور. فقال جلالتهم يلتقطون صورا مع جلالتي لأني شاعر. نزار قباني وليس لأني ممثل في سفارة معينة أو دبلوماسي في سفارة معينة. وعلى هذه أنا جلالتي لأني شاعر. نزار قباني وليس لأني ممثل في سفارة معينة أو دبلوماسي في سفارة معينة. وعلى هذه أنا دائما نقول لو نسأل واحد هل تعرف شاعر يسميه نزار قباني، كل الناس تقول نعرف شاعر اسمه نزار قباني. لو نقول من هو وزير الري في عهد نزار قباني في سوريا، لا أحد يعرف وزير الري. لا أحد يعرفه. ولو أقول من هو رئيس الوزراء السوري في عهد نزار قباني، لا أحد يعرفه. لا من يعرف. ولا أحد يعرف وزراء سيف الدولة في عهد المتنبي. نعم. وبالتالي فإن الشاعر أهم شعر في الحقيقة وأبقى. شعر أهم وأبقى يعني أهم وأبقى عند الأمم التي تحترم نفسها والتي تعرف قدر الكلمة. شعر نزار قباني هو موش يشوف أنه لما كتب عن المرأة أن هذا عيب أو نقيصة، بالعكس هو يرى أن هذا فيه إكبار للمرأة واهتمام بها. إكبار للمرأة وإجلال لها. أنا نذكر مرة سألته إحدى المذيعات في من ضمن كوثر البشراوي، واحدة من المذيعات سألته هو في 80، قالت له أستاذ نزار هل تحب الآن وكذا؟ يعني قال لها المشكلة أنكم لم تفهموني. وهو كاتب على فكرة كاتب قصيدة في هذا المجال يعني. نعم. يقول في بلاد العربية لما تكتب قصيدة ما يسألوكش على القصيدة ولا يتأملوها ولا يقرأوها، يقولوا من هي هذه وقداش عمرها وحقيقية والله وهم فقط وكذا. وهذه مشكلة عندنا في البلاد العربية للأسف. ونغتنم هذه الفرصة قبل الفاصل نروح لمحمد نسمع. أنت عندك جملة نزار في أشعارك يا محمد، أنت متأثر بنزار أو طبعا نزار موجود يعني أنا نشوف أنه فيه الجملة الشعرية لمحمد جربوعة فيها بعض من فيها نفحة من نفحات نزار. نزار قباني يعني ممكن وقف شعره على الغزل. نعم. أنا أخذت شيء آخر يعني. أنا اشتغلت على قصيدة يسمى القصيدة الكعبية لكعب بن زهير رضي الله عنه وأرضاه. تماما. ليلبس له النبي صلى الله عليه وسلم العباءة أو البردة يعني. نعم. وسميت بالبردة الأولى والعظمى يعني وكذا. نعم. وجمعت في الشعر بين الغزل العفيف وبين الموضوع الديني أو الوطني أو الأممي إلى غير ذلك، موضوع الإنساني إلى غير ذلك. فهذا التزاوج يعني أنا أخذت ربما من نزار، ربما لست أدري، هو يقول أنه فيه وباء في الشام. نعم. الشام هذه بلاد كذا، ويقولوا اللي يروح للشام إذا الظهر ضامك الشام شامك. بالضبط. والشام تعدي يعني الشعر فيها يعدي. نعم. وإذا يقول السياب أنه الشعر لا يكون إلا عراقيا، كذلك الشعر لا يكون إلا شاميا. والشعر يبدأ من دمشق فأهلنا عبدوا الجمال وذوبوه وذابوا. يعني الولد الصغير في دمشق يمكن أن يكون شاعرا. الرعد لما يدمدم وفق بحر الخليل.
وفق بحور الخليل. نعم. وبالتالي ممكن يعني السنوات هذه 17 سنة في دمشق قضيناها هناك وكذا، لا شك أنه يعني في وجود هرم في الشام أنذاك، سميح القاسم عدة مرات، سليمان العيسى، مظفر النواب، يعني نعم. أسبوعيا نلتقي في المقهى الروضة أو النجمة أو غير ذلك. فهذا يخلي الإنسان يأخذ من هذه البلاد شعرها يعني. فوش راح نسمعه من عندك يا نزار الجزائر؟ أغراب جوالون في أحياء العاشقين. في أحياء العاشقين مع الشاعر المبدع محمد جربوعة. تفضل أستاذ. راعي الظروف فإننا أغراب ودموعنا من كلمة تنساب. راعي الظروف فإننا أغراب ودموعنا من كلمة تنساب، وقلوبنا مجروحة وطرية إن أوجعتنا تقطر الأهداب. لا تسألي عنا فلسنا من هنا، لا تسألي عنا فلسنا من هنا، تدري بيوت الحي والأبواب. ما عندنا في الحب تجربة ولا ذقناه يوما أو لنا أحباب. ولقد سمعنا بالجمال بأرضكم فأتى بنا نهر الهوى ينساب. لا تحرجين القلب يجهل إن هوى، من أين وكيف وما هي الأسباب. ما عند قلب المرء خارطة إذا في العشق فكر أو له استرلاب. جهلا رفعنا في الهوى أثوابنا عن سوقنا إذ أحجم الأصحاب. ما قد وصلنا للشواطئ واكتوت أقدامنا وابتلت الأثواب. والحب يترك من أحب بلا دم وأقله في شره الشياب. ما في رفوف الصيدلي لحالنا شيء ولا قد تنفع الأعش شاب. قد صار أغلى حلمنا وأجله بعد الغنيمة في هواك إياب. قد صار أغلى حلمنا وأجله بعد الغنيمة في هواك إياب. ونريد سلتنا بلا عنب بها، إن ضاعت السلات ما الأعناب. ما كان يجدر أن نحبك هكذا، قد كان يكفينا بك الإعجاب. ما كان يجدر أن نحبك هكذا، قد كان يكفينا بك الإعجاب. أو أن نعود لمن تورط قبلنا ممن أحبوا في القديم وتابوا، لكنهم يخفون جل ندوبهم وصدوقهم في قوله كذاب. شفنا جميع الويل منكم واشتفت منا مخالبكم وغاص الناب. هي دعوة للوالدين تصيبنا أو سوء حظ قاهر غلاب. وطبعا من الشاعر المبدع محمد جربوعة مشاهدينا الكرام إلى هذا الفاصل ثم نواصل. الأسئلة تتدرج من الأسهل إلى الأصعب، لك الاختيار، تأخذ 40 مليون سنتيم أهلا وسهلا. نكتفي بقصيدة من الشاعر الأستاذ محمد جربوعة. تمر معنا للسؤال الموالي ب50 مليون سنتيم في حالة الإجابة الصحيحة، مبروك عليك ال50. في حالة الإجابة الخاطئة راح يكون من نصيبك 20 مليون سنتيم. 40 مقسومة على 2، فما هو قرارك؟ الرأي رأيك والأمر أمرك. أنت الآن في جيبك الصحراوي في هذه القشبية 40 مليون. أتوكل مواصلا بإذن الله. تواصل إن شاء الله. إلى السؤال الرابع عشر. ما المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة؟ يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. قصيدة شهيرة جدا غنتها السيدة فيروز. ما المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة؟ مدينة الإسكندرية، الفنانة المصرية هدى سلطان،
مدينة زحلة اللبنانية، الفنانة اللبنانية فيروز. تعرف القصيدة أستاذ محمد؟ يا جارة الوادي. نعم. طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا جارة الوادي طربت وعادني ما زادني شوقا إلى مرآك. القصيدة الأصلية طبعا، لكن الفنانة اللبنانية فيروز تصرفت في تقديم بيت عن بيت وشطر عن شطر. نحول السؤال للأستاذ محمد. لا، أنا في رأيي مباشرة أنه كان يقصد مدينة زحلة اللبنانية. مدينة زحلة اللبنانية مباشرة، يعني إلى الاختيار الثالث. أي نعم. اختار الخيار الثالث. نعم، اختار الخيار الثالث. في جملة مفيدة أستاذ رمضان. المقصود بجارة الوادي في قصيدة شوقي الشهيرة هو مدينة زحلة اللبنانية. يقصد الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي من خلال صاحب السمو الشعري الأستاذ محمد جربوعة، يقصد مدينة زحلة اللبنانية. وتنفس رمضان السعداء. 50 مليون سنتيم في رصيدك أستاذ رمضان. وزحلة من مدن البقاع اللبناني تغنى بها الكثير من الشعراء، هي مدينة الجمال، مدينة النور، مدينة المسارح، ومدينة الشعراء. ونصب هذه المدينة نصب فيها تمثال لأمير الشعراء أحمد شوقي. الآن يا رمضان أكرر السؤال. 50 مليون سنتيم في رصيدك. أنت الآن أنهيت الجزء الأول من البرنامج، الآن في رصيدك 50 مليون. تأخذ 50 مليون أهلا وسهلا، تمر إلى السؤال الموالي. الأسئلة راح تروح إلى الأصعب. هل تكتفي بال50 مليون سنتيم أم تمر إلى السؤال الأخير أم تستشير صديقك محمد جربوعة؟ استشيره. ما خاب من استشار. ما خاب من استشار. إليه الوجه له الكلمة. تفضل. والله احنا يعني مش جايين من اجل مبلغ، والله جاي احنا جايين من شان الوجوه هذه الطيبه ومن شان الشعر وشان الثقافه يعني. رائع. اذا نعطاك محمد قال لك يلا على بركه الله يعني. طبعا هو الحق يعني هو يقال نلتقي لنرتقي. نلتقي لنرتقي، وحتى نلتقي مع الأستاذ رمضان في الجزء الأخير من البرنامج. أنت راح تكمل معنا طبعا، قرارك يعني. إن شاء الله. نذهب معا إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نواصل. ونعود بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم من البرنامج. وقد قرر الأستاذ رمضان أن يستمر معنا إلى السؤال الأخير. كان في رصيده 50 مليون سنتيم، السؤال الأخير ب100 مليون سنتيم، وإلى السؤال الخامس عشر. لماذا لقب الشاعر ديك الجن بهذا اللقب؟ تعرف ديك الجن الشاعر العربي الشهير؟ بسبب لون عينيه الأخضر، بسبب ادعائه أنه شيطان الشعر، يعني هو شيطان الشعر، بسبب مشيته التي تشبه مشية الديك، بسبب خصلة شعر على جبهته، يعني تشبه العرف هذاك تاع الديك. فكر مليح، تريث في الإجابة. وتحب نعطوك فاصل بقصيدة من قصائد محمد؟ نعطوك فاصل. ماذا تختار لنا أستاذ محمد؟ إن مت منك وقلبي فيه ما فيه. إن مت منك وقلبي. هذا فيه تضمين لقصيدة لأبي نواس. نعم صحيح. أبو نواس عنده قصيدة شهيرة يقول فيها: إن مت منك وقلبي فيه، إن مت فيك منك، إن مت منك وقلبي فيه ما فيه، لأبي نواس. وهذا تضمين في قصيدة الأستاذ محمد. نستمع إلى القصيدة. رمق أخير لصبية من بني عذرة. نعم.
إن مت منك وقلبي فيه ما فيه، فقل لنفسك ما تل كنت أكويه. لم يبق مني سوى ذكرى محطمة، وأجمل الحب بين اثنين ماضيه. والقلب يعرف درس الحب يحفظه، كجدول الضرب يدري ما مآسيه. وقد أخذت بما قالت مجربة، فكان يدنو كعصفور وأقصيه. إذا شعرت بشيء دب يعبرني، غنيت أغنية للقلب ألهيه. وإن تذكر في ليل وأرقني، حكيت من قصص الأطفال أنسيه. لكن حبك دق الباب أحرجني، وجر روحي بلا إذن لواديه. إن كان قيس له في الحب قصته، فعندك الآن ما في الحب ترويه. بلل عيونك لو بالماء في أثري، فميت الحب كل الناس تبكيه. تركت ذكراي قرب الباب نائمة، ما لي سواك إذا سافرت أوصيه. تركت ليمونة بالسور ممسكة، أرجوك رق لها في موسم التيه. أوصيك بالزهر ابن الزهر من رحمي، فليس للزهر بعدي من يربيه. وليس للزهر بعدي من يكلمه، وليس من شاعر يأتي ويسقيه. يا من حقنت بهذا الداء أوردتي، يا من حقنت بهذا الداء أوردتي، وكنت لي سببا فيما أعانيه. أدعو الجليل لقلب متعب قلق، بآخر الليل عل الله يهديه. إن كنت تجهل ما الآهات تفعله، فأنت تعرف ما الآهات تعنيه. حاولت أكتم وحدي كنت في وجعي، أبرد الشوق في صدري وأغليه. في الصمت أذبل والأسرار تأكلني، ولا صديق لمجروحي يواسيه. ويكشف الناس من بالدمع سهرته، ويفهم الناس من طالت لياليه. أفسدت عمري وما أبقيت لي حلما، وحسبي الله في قلبي ومدميه. الحب أسوأ ما ذاقت رومانسية، الحب أسوأ ما ذاقت رومانسية. وأسوأ الحب بين اثنين حاميه، وأصدق الحب ما ينهار حائطه، ورغم ذلك نبقى ثم نبنيه. وأرحم الحب ما تخفيه معجبة، يزين القلب فيها ثم يفنيه. وأحزن الحب ما نعطيه أعيننا، لكي يعيش ويأتي الغير ينهيه. لكي يعيش ويأتي الغير ينهيه، إما ب100 مليون سنتيم أو ب50 مليون سنتيم. أستاذ سليمان، من أجمل ما في القرآن الكريم وأبدع ما فيه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. شوف يعني التعبير الإلهي، يعني ما تخافش، راك في عينينا. يعني ربي سبحانه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نأمل أن نكون في عيني المولى عز وجل جميعا. ديكون الجن لقب بهذا اللقب حسب علمي، الاختيار الأول بسبب لون عينيه الأخضر. في جملة مفيدة يا أستاذ. الله، لقب الشاعر ديكون الجن بهذا اللقب بسبب لون عينيه. الله المستعان. بسبب لون
عينيه. في تقليد البرنامج أننا في السؤال الأخير ب100 مليون سنتيم نقف معا. أدعو الأستاذ محمد جربوعة وأنت هنا على المنصة لننتظر الإجابة. تفضل أستاذ محمد. تفضل أستاذ رمضان. هكذا لنستمع إلى الإجابة الصحيحة. نحن بصدد الحسم في الأمر، ما إذا كان الأستاذ رمضان تأهل معنا وللمرة الثانية نحقق هذا الرقم في البرنامج ب100 مليون سنتيم، وسنكون سعداء بذلك. وقد سبق وأن نبهتك إلى أن الأسئلة تمشي إلى الأصعب. والشاعر ديك الجن الشاعر العباسي يقول الأستاذ رمضان بأنه سمي ديك الجن بسبب لون عينيه الأخضر. إلى المخرج خليفة حامي والإجابة. يا زيارة الوادي قربت أستاذ رمضان مبروك عليك 100 مليون سنتيم. هنيئا أستاذ رمضان، مبروك عليك. للمرة الثانية يتأهل معنا متسابق بهذا المبلغ الكبير رفقة الشاعر الكبير الأستاذ محمد جربوعة. أطلب من الحضور أن نقف جميعا، أن نقف تقديرا للشاعرين الكبيرين. ويحصل معنا الشاعر رمضان بونكانو من المغير، الإمام والشاعر أيضا من المغير، رفقة ابنته الصبية كيف اسمها؟ سلسبيل. ما شاء الله ما شاء الله سلسبيل، أنت كنت فعل خير على والدك رمضان. رمضان يحصل معنا على مبلغ 100 مليون سنتيم في حلقة اليوم من البرنامج للمرة الثانية في برنامج زدني هذا العام، رفقة الشاعر الكبير المبدع الأستاذ محمد جربوعة الذي شرفنا، شاعر العرب الذي شرفنا بحضوره في حلقة اليوم من البرنامج. مشاهدينا الكرام، نحن سعداء باللقاء مع الشاعرين الكبيرين. خصصنا حلقتين من البرنامج لربيع الشعر في البرنامج. نأمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل مع متسابقين يصلون إلى مبلغ 100 مليون سنتيم. إلى أن يحين ذلك الوقت، الشكر موصول إلى الأستاذ المشرف محمد زيواني، عبد النور زيواني على البرنامج، الأستاذ خليفة حامي المخرج، إلى هذا الجمهور الذي يحضر معنا دائما، تحياتي إليكم متجددة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا زيارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. مثلت